الفيديو النهارده مش هيكون عن الفاكهه بس، على قد ما هيكون تحدي ليا، لان الفاكهه دي انا ما بحبهاش. تعال اتفرج معايا على الفاكهه اللي انا ما اعرفش مين اللي سماها كاكا، بس اكيد مش هنشوف الكاكا دي. انا جاي اوريك الكاكا الاسباني، بيقولوا عليها تين الكاكي المربع. بس اسمهاش لاتين ولا اسمها كاكا. ما اسمها ايه؟ اسمها كيندولينتو. كندو مين؟ كيندولينتو. كندولينتو؟ مين اللي كندولينتو؟ عيب يعني، ده انت ملك الفاكهه. ملك الفاكهه بتاع ايه دي؟ مين اللي دي كندولينتو؟ هي عارفه اللي اسمها كندولينتو؟ حد قال لها؟ لا سيبك مني انا خالص، مش مهم ان انا اعرف. لو عرفت اسمها كندولينتو مش هتسمح ان انا امسكها الماسكه دي. كندو عارفين ان اسمها كندولينتو؟ ودي تقرب لكندو علوش. طيب احنا هنسيبنا من حوار كندولينتو ده خالص، وهنركز في ان هي كاكا. اتولدنا وعرفنا ان اسمها كاكا، وكبرنا واسمها كاكا، ولونها عامل بالظبط ماله لونها زي المانجا. لونها عامل زي المانجا. في ايه؟ مال؟ مفيش حاجه. تعالوا نشوف الفرق بين الكاكا المصري والكندولينتو الاسباني. نبدا بالانتاج المصري وفخر بلدنا الكاكا المصري. بص، احلى حاجه بقى ان انت هنا ولا هتحتاج سكاكين ولا هتقعد تعافر ولا تقعد ترزع ولا تخبط ولا الكلام ده كله. الكاكا فاكهه سهله ورخيصه، يعني بص تقوم ماسكها تقوم مفتوحه على طول. بسم الله. بص اهي. بص بدون، ده انا لسه ما دوستش، بدون ادنى مجهود. اهي يختي. استنى. بص، هو الموضوع شكله ايه؟ هيزروط مننا. ماشي، انا مش عارف اوريك من جوه لان انا اصلا ماسكها بالعافيه. يلا. يا نهار ابيض، ده احنا بنوقع. طيب، هي كاكا ريحتها ما تفهمش برضو هي طماطم ولا مانجا، والحكايه بتبوظ مني خالص. طب يلا ندوق بسرعه. بسم الله. عشان انا بيبوظ. طب بصوا، هي طعمها حلو. اول مره في حياتي ادوق كاكا طعمها حلو. انا مش عارف. طب هي سايحه قوي يعني، الدنيا فيها بايظه خالص. بسم الله. بصوا، الكاكا المصري طعمها مسكر، بس انا مش عارف هي شبه ايه. انا ما بحبهاش بس هي مسكره. اول مره ادوقها ويطلع طعمها حلو. انا مش هعرف اكمل المهرجان ده. الكاكا المصري تويتها. تعالوا بقى ندخل على الكندولينتو ونشوف هي كندولينتو ولا كاكا برضو. بسم الله. بصوا، هنا الموضوع اصعب شويه في الفتح، يعني التانية كنت تلاقيها راحت، دي لا. طب احنا نشيل الزعروره دي يا كندو. بسم الله. هي ليه متنحه كده؟ الله، تضرب من الجنب اهي. طيب بص يا سيدي، الكندولينتو او الكاكا الاسباني من جوه عامله ازاي؟ هي بايظه ولا ايه؟ شكلها وحش؟ انا لسه ما شفتش. حلوه وحشه؟ مش مستوعبه. هي نفس الريحه. لا مستويه. هي نفس الريحه. بسم الله. طب كمان مره. تدوقي. الكندولينتو طلعت مقلب وحشه، انما الكاكا يا خرابي جميله. انت مستوعبه اصلا نظراتك وانا باكلها عامله ازاي؟ مالها؟ مش حال ما كنت بتقولي كندولينتو وبلا ازرق على سننا اللي مش فايته دي. الكاكا حلوه قوي. الكاكا المصري حلوه جدا. انا مش هكررها تاني، بس هي حلوه. انت بس محتاج تتغاضى عن اي احاسيس وافكار بتدور في دماغك، وتركز في ان هي كاكي او كندولينتو، لكن مش ما فيش كاكا. يعني سيبك من الموضوع ده. وبعد ما عملنا ماتش ود بين مصر واسبانيا في الكاكا، مصر كسبت اسبانيا باكتساح. كاكا المصري تضرب الكندولينتو في المقص، جون من الزاويه ال 18. انا ماليش في الكوره، بس هو جون من حته بعيده، تيجي في المقص على طول تقوم خاطله ماشي، خلص الماتش. باظت. الكاكا المصري تقوم ضربه الكوره من نص الملعب، تديها على طول في المقص بتاع الكندولينتو، تخلص الماتش 10-0. ماشي. تعالى بقى في المفيد. حبايه كاكا واحده تديك 20% من احتياجك اليومي لفيتامين سي، فيها مضادات اكسده ومركبات مضاده للالتهاب، فيتامين اي وسي وكي وبي 6 وبوتاسيوم ونحاس ومنجنيز، فيها كربوهيدرات والياف وسعراتها الحراريه نسبيا قليله، مفيده لصحه القلب وبتساعد على خفض ضغط الدم. وبما ان فيها فيتامين اي فهتبقى من الحاجات المفيده لصحه العيون. كميه فيتامين سي الموجوده في الكاكا هتساعد جدا في تقويه الجهاز المناعي. ولو قعدنا نعد ونقول في فوائد الكاكا هنقعد نتكلم كتير جدا، بس صدقني رغم ان انا ما بحبهاش الا انها من الفواكه المميزه جدا، ولا لو دخلت في نظام اكلك اليومي صدقني هتستفيد جدا منها. ونيجي لقطه السعر، وهنا مش هنجيب سيره الكندولينتو خالص لان انا مش فاكر سعرها عشان بقى لها معايا كتير، ده غير ان هي ما تستاهلش اي جنيه تدفع فيها. هنركز في الكاكا المصري، هتلاقي الكيلو عامل في حدود ال 10 جنيه. هاتها حلوه جدا، انا مش هجيبها مكانك.